السلام عليكم إخوة الإسلام. أنعم الله مساءكم بكل خير. الحقيقة أنا هكلمكم عن مشكلتي مع البخاري والبخاريين. الناس اللي بتحب البخاري دي بتحب البخاري عشان، يا ترى، قريته؟ قريت البخاري قبل ما تحبه، ولا أنت بتحبه سماعي؟ بتحبه على الريحة؟ بتحبه بلا موضوعية؟ بتحبه رغم اللي أنت سامعه عنه؟ هل يا ترى انت قريت السلبيات اللي بيتكلموا الناس عليها، ولا برضو انت بتعاند وشغال سقيف بس، بتسقف بس من غير ما تقرا البخاري؟ ده حتى الازاهره ما قروش البخاري، يا دوبك كده قرا رياض الصالحين 15 20 حديث من البخاري. انما ما حدش قرا ابدا ان البخاري بيقول انه ابن مسعود قال ان المعوذتين اللي يقول اعوذ برب الفلق يقول اعوذ برب الناس ليستا من القرآن، وسلم لي على اصح كتاب. هل قريتوا حاجة زي كده ولا ما قريتوش؟ البخاري بيقول ان سورة الليل والضحى والليل اذا سجى فيها كلمات زائدة، لانه بيقول والذكر والانثى، انما ما قالش ربنا وما خلق الذكر والانثى. ده البخاري كاتب كده والكتابه موجوده، واللي عايز يقرا يقرا، انما ما تقوليش اصح كتاب. لما البخاري يقول لك انه في انه ايه في كتاب الله فيها في مواسم الحج حافظوا على الصلاه والصلاه الوسطى، قال والسيده عائشه قالت لا، السيده عائشه قالت لا صلاه العصر. مين قال؟ مين قال ان السيده عائشه قالت حافظوا على الصلاه والصلاه الوسطى صلاه العصر وقوموا لله قانتين؟ ده تحريف في كتاب الله. يقول لك اصح كتاب، واصل احنا ما بنفهمش، اصل احنا جهله وهم العلماء. ينفع البخاري يقول ان الشمس لما تغرب، يا ناس، الشمس لما تغرب تروح تسجد عند عرش الرحمن، وبعدين الصبح تطلع علينا تاني؟ هي دي شغلتها؟ ينفع؟ ده البخاري بيقول لك بقى، بما انك بخاري، راجل بخاري وبتحب البخاري وكارهني انا، بيقول لك اشرب بول البعير، اشرب. البخاري بيقول لك حط غمس الذبابه في اللي تقع في الكوب بتاعك واشرب على بركه الله. البخاري بيقول لك انك تقتل المرتد وتقتل تارك الصلاه. يلا نخليها فوضى عشان نبقى بخاريين بصحيح. البخاري بيقول لك من تصبح ب7 تمرات من عجوه، وانا عملت جايزه مليون جنيه للي يتصبح ياكل اي 7 تمرات زفت على دماغه من اي داهيه، لم يضره سم ولا سحر في يومه. قال لما تاكل 7 تمرات ما يضركش، قال النبي قال كده. طب كل وتعالى نسقيك نص سنتي سيانور بوتاسيوم وشوف هتموت ولا هتعيش. لو عشت هديك الشيك ابو مليون جنيه، لو مت تبقى فدا البخاري يا اخويا. ادام انك راجل بخاري وبتحب البخاري ومش مصدق ان البخاري بيقول حاجه غلط. هو خلاص بقى كل الناس مخرفين الا واحد انت ما تعرفوش وما قريتلوش، اسمه البخاري. ينفع هذا الكلام؟ دي فضايح. ينفع انك انت تقبل على سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم انه يتكلم في ارضاع الكبير، او انه يتكلم في انه هو بيباشر زوجاته بغسل واحد في ساعة واحدة من ليل او نهار، او انه هو اذا شاف واحدة جميلة يقوم يروح يواقع زوجته على رائحة هذه الجميلة؟